عشان تغذي اي منشأ وتوصل له ميه من العمومي من بره، عندك 3 حلول. اولهم وده الحل البسيط جدا، وهو اعتمادنا على ضغط الميه الطبيعي اللي موجود في المواسير العموميه. وبنلجأ للحل ده لما بيكون عندنا مباني ارتفاعها دور او دورين بالكتير قوي، يعني ارضي واول ما يزيدش عن كده. قريه سياحيه مثلا وفيها مجموعه من الشاليهات، او مدينه الكثافه السكانيه بتاعتها مش عاليه وارتفاع مبانيها بيكون قليل. انا مثلا كنت عايش في ليبيا في منطقه اسمها جبرعون، بين منطقه اسمها سبها ومنطقه تانية اسمها اوبال، واكيد منكم عارف المنطقتين دول. المنطقه بالكامل عباره عن فيلل دور ارضي بس، وكل الفيلل متوصل لها ميه بطريقه عاديه جدا من غير ما يستخدموا اي مواتير لرفع الميه وضخها لجوه المبنى. اول ما اعلي المنشأ بتاعي طبيعي الميه بتاعتي هتمشي جوه المواسير عكس الجاذبيه. الضغط هنا ساعتها بيقل وبحتاج استخدم مواتير لرفع الميه دي، وده النظام الثاني اللي انا بلجأ له، وبستخدم معاه بالونه او 2، او بستخدم خزانات فوق المبنى وبتكون متوصله بالمواتير اللي تحت، وده النظام الثالث واللي هنتكلم عنه بالتفصيل في فيديوهات جايه ان شاء الله. هقول لك كمان ايه احسن المواتير اللي تشتريها وازاي تحسب قدرتها حسب ارتفاع المبنى اللي موجود عندك. انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده.